بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء عشاق تفسير رؤى الأحلام، يا رب تكونوا بخير أحبائي في الله. النهاردة هتكلم على رمز مهم قوي، هو رمز رؤية الأسد في المنام. حقيقة رؤية الأسد في المنام من الرموز المهمة جدا اللي ربنا بيبعتها لنا رسالة وإنذار ولازم ننتبه منها. قبل ما أخش في تفاصيل الفيديو، أي حد عنده رؤية ومحتار في تفسيرها يعمل اشتراك في القناة ويكتب رؤيته أسفل الفيديو وإن شاء الله هنفسرها له. هنبدأ مع بعض تفسير رؤية الأسد في المنام، وإن شاء الله هتخرجوا من الفيديو ده وانتم مستفيدين الرؤية اللي انتم شفتوها معناها ايه، وهتعرفوا تفسروا لنفسكم الرؤية دي. الحقيقة الرؤية ديت ما بتجيلكم في المنام بتبقى رسالة مهمة جدا قوي لازم ننتبه ليها. ربنا بيبعتها لنا انذار، ممكن كشف روحاني، كشف منامي، ممكن تكون بشارة. الأسد أحيانا بيكون بشارة في حالتين، وأحيانا بيكون انذار وخطر في كذا حالة. أول حاجة هتكلم بيها ده للناس اللي هي بتتكرر رؤية الأسد معاه باستمرار. لو اتكررت الرؤية دي باستمرار، أنا بركز على كلمة رؤية الأسد باستمرار، مش من أول مرة أو تاني مرة أو تالت مرة، لا، لو اتكررت دايما له بتبقى حاجة من الاتنين. إما بتبقى حاجة من الاتنين، إما بيكون عنده أذى روحاني أو عنده أذى سحر، وبتبقى رتبته قوية جدا من الملك من الملوك الأقوياء، أو لو هو شافه جنبه، يعني شافه واقف في حمايته، بيحميه، ماشي معاه في كل مكان. لو ماشي معاه في كل مكان بيبقى سبحان الله ربنا مسخرله ملك قوي بيحميه من أي أذى، بيحميه من أي عين، بيحميه من أي حاجة فيها أذى. يبقى الأسد هنا ممكن يدل على أذى روحاني لو اتكرر معاكي كذا مرة، وممكن يكون انذار لحاجات تانية. بمعنى انك انتي لو شفتي الأسد، أو انت الكلام الرؤية ديت للرجل أو المرأة، لو انتي شفتي الأسد أو انت شفت الأسد ماشي وجاري بيجري وراك وبيهجم عليك. الأسد واحد، لو شفت أسد واحد بيجري وراك وبيهجم عليك، يبقى لازم تطلع صدقة بنية دفع دار الرؤية، لأن ده بيبقى إنذار على وعكة صحية ممكن لا قدر الله تؤدي إلى وفاة. لو شفت الأسد اتنين أو تلاتة أو كذا أسد بيجري وراك، أعرف إن دولت بيبقوا أعداء أقوياء جدا، فالمنام جايلك إنذار وتحذير من أشخاص أقوياء ومؤذيين. ملك الموت بيبقى بيجي أسد واحد بس، وبيجي بيهجم عليك عايز يعضك. لو طالك من العضة يبقى تنتبه جدا لصحتك. لو شفت الأسد بيحوم حوالين البيت يبقى المنام إنذار، أو بيحوم حوالين البيت أو بيجري بيلف حوالين البيت، بيحوم من حواليه أو بيلف حواليه، ده بيدل على إن في وعكة صحية هتحصل الفترة الجاية. وللأسف بيبقى تحذير قوي جدا لا قدر الله من حالة وفاة. لو شفت أيضا إنك أنت شفت الأسد راكن وقاعد جالس على باب الأوضة النوم بتاعتك، أعرف إن ده بيدل على إنذار من وعكة صحية. أحيانا الأسد بيدل على حسد، أحيانا الأسد بيدل على سحر، أحيانا الأسد بيدل على عدو شديد جدا. امتى الأسد بيبقى حلو؟ الأسد بيبقى حلو لو انت شفت الأسد ماشي جنبك، ماشي جنبك أو مصاحبه كده وماشيين مع بعض صحاب، بيبقى ومش خايف منه، بتبقى بشرة بانك انت هتجاور او هتصاحب او هيكون حد قريب منك، هيكون مركزه قوي، هتكون له مكانة اجتماعية مميزة، وهيكون قريب منك جدا، والناس هتهيبك وتعمل لك حساب علشان خاطره. كمان في حاجة مهمة قوي، لو احنا سمعنا زئير الأسد. زئير الأسد بيدل، يعني لو انت مريض للأسف بتبقى الرؤية غير محمودة، بيدل على قرب الوفاة. لو سمعت زئير الأسد وانت مش تعبان عادي خالص، وسمعت صوت الأسد أو زئيره وسمعت الصوت، انتبه الرؤية جايلك انتباه. زئير الأسد بيدل على إنذار من شخص ظالم وقوي.
انت لو انت في موجة عالية قوي او حاسس انك انت هتواجه مشكلة مع حد ظالم، فانتبه لانك انت مش هتقدر عليه. فالمنام جايلك انذار بانك انت تنسحب في هدوء. ولو انت داخل في قضية قوية قصد او ضد حد معين، بيبقى المنام جايلك انذار له انت مش قد ال الشخص اللي هو هيبقى منافس معاك، لانه هيكون اقوى منك وهيكون شخص ظالم. برضو الاسد بيبقى حلو في حالة واحدة، لو انت قتلت الاسد. قتلت الاسد ده ربما بيدل على شر وراح من قدامك، بيدل على اما شر من حسد، زوال حسد، زوال سحر، زوال مرض، او زوال مشكلة. المنام انا فسرته على حسب حال الرائي. بكرر تاني عشان الناس ما تتخضش من الرؤية ديت. لو الاسد اتكرر معاك كذا مرة، بيبقى المنام جايلك انذار انك انت لازم تنتبه لحالك، وتبقى بتدل على حسد او بتدل حسد قوي او بيدل على سحر. المنام لو جالك وانت ماشي معاه ومصاحبه وبتحبه كده وفي ألفة بينك وبينه، تبقى ما شاء الله البشرة جميلة ليك قوي، انك انت في حماية ربانية معاك هتحميك من اي اذى فيها سحر فيها حسد. في حماية لك من اذى من اي شيء. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونوش بلايك واشتراك في القناة، واي حد عنده رؤية ومحتار في تفسيرها يكتبها لي اسفل الفيديو وان شاء الله هفسرها لكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.